بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه وجايبالك معايا منيو، ولا تحتاري ولا تفكري كتير. احفظي المنيو دوت عندك لاكلات متنوعه سهله وسريعه، وكمان ممكن نقول عليها اقتصاديه شويه. تعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي اللايك بتاعك. واول اكله معانا هي الفول النابت، من الاكلات المصريه الجميله جدا. لو انت بتتفرجي عليا بره مصر قولي لي الاكله دي عندكم اسمها ايه. اول حاجه بقى طبعا زي ما قلت لك ده فول نابت، بيتاكل كده جنبيه شويه جرجير، عيش محمص، بتنجان مخلل، بيبقى طعمه حلو قوي ولذيذ. ندخل على الاكله رقم 2، ومعانا الاكله دي اكله بقى العشق كله. دي مش بتنزل في المعده، دي بتنزل في القلب على طول. اي نوع سمك متاح معانا في الغدا بتاع النهارده. انا بصراحه استخدمت سمك بلطي على قد الايد كده، والدنيا تمام وزي الفل. فبحمره بقى كده بالشكل ده. هقلي السمك في شويه زيت، وطبعا بكون بقى حاطه عليه دقيق بقى، وعامله له خلطه جباره. كمان عامله شويه سلطه بقى، شويه سلطه طماطم، لزوم الحركات. بالمناسبه البصل انا بقطعه الاول وبحط عليه ملح، وبحط عليه شويه فلفل اسود او شطه، شوفي انت بتحبي ايه، وعصره ليمون وشويه خل، وبسيبه بقى كده منقوع شويه. وبعد كده بقطع الخضار، وفي الاخر خالص عند الغرف بروح مقلبه كله مع بعض. البصل بيكون نزل الميه بتاعته، بيدي تيست عالي قوي للسلطه، وبيخلي طعمها مميز جدا. جربيها وهتدعيلي. عملت بقى شويه طحينه زي ما انتم شايفين، وشويه رز صياديه بقى لزوم الحركات. وبالمناسبه انا برضو بعمل الرز الصياديه بطريقه حلوه قوي. هي ايه اللي انا بحمر البصلايه، باخد بقى معلقه من التتبيله بتاعه السمك اللي انا بكون متبله بيها السمك، اللي هي بقى توم وفلفل احمر او فلفل اخضر، ملح وكمون وشويه كزبره وعصره ليمون. اول ما البصله بتتحمر معايا بحط عليها المعلقه دي بقى بتخلي طعم الرز رايح في حته تانية، وطعمه مميز جدا. اللي هيدوق الرز الصياديه عندك هيقولك انت عامله ازاي، ومش هيسيبك غير لما ياخد الطريقه. ده كده خلاص. عملت شويه سلطه طحينه. شكل السمك بعد ما اتقلى بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه. عملت معاكم قبل كده السمك السنجاري في الفرن برضو بطريقه حلوه قوي. ده شكله كده. وكمان الرز اهو بصي لونه حلو قوي وخطير. ندخل بقى على الاكله اللي بعد كده. وعملت هنا صينيه فراخ وصينيه بطاطس ورز بالشعريه وشويه بتنجان مخلل، لزوم بقى الحركات زي ما انت شايفه كده. وطبعا نقدر نستبدل الاوراق اللي انا مستخدماها في الصينيه بتاعه الفراخ دي بصدور او فرخه كامله متقطعه على 6 أو 4، او نقدر نستخدم اجنحه بتبقى خطيره. البصل المتكرمل ده بيتغمس بالعيش اللي بيبقى تحت الفراخ، ده بيبقى طعمه حلو قوي، او بيتحط على الرز. ممكن تعملي كله في صينيه واحده، يعني تدخلي مع البصل ده البطاطس، بس ما تكتريش الصلصه بتاعه البطاطس، هتبقى برضو طعمها حلو قوي. شويه رز بالشعريه بقى وبتنجان مخلل كده وقرنين فلفل حراق، الله الله. عندنا بواقي اكل بقى كتير في التلاجة، فنعمل جنبيها صينيه جلاش. صينيه الجلاش النهارده انا شايفاها كهبه اقتصاديه، رغم اللي انا عاملاها باللحمه. ازاي برضو مش فاهماكي؟ اصل نص كيلو اللحمه بحوله ل6 اطباق لحمه مفرومه، وبشيلهم عندي في الفريزر. اي وقت ببقى محتاره ومش عارفه اعمل ايه بروح مخرجه الطبق ده بقى بينفع معايا في صينيه مكرونه، صينيه كوسه باللحمه المفرومه، صينيه مسقعه، مع صينيه جلاش زي ما انت شايفه. طب اللحمه المفرومه انت ازاي حولتي النص كيلو ل6 اطباق كده من غير اي اضافات خالص؟ مش حلوه. كل الاضافات اللي انا بحطها اضافات صحيه. زي ايه؟ زي كوسه، جزر، بصل، طماطم، فلفل، حاجات دي. لو انت عايزه اللينك بتاع الوصفه قوليلي في الكومنتات، هسيبهولك في اول كومنت ان شاء الله. بصي هقولك على حاجه، دوسي على عنوان الفيديو هتلاقي كل الفيديوهات اللي انت نفسك فيها هتلاقيها موجوده ان شاء الله. عملت بقى هنا صينيه جلاش، حطيت نص اللفه وبعد كده اللحمه، وبعد كده النص اللفه التانية، وقطعتها بالشكل دوت، وهحط على وشها كده السمنه. استخدمت بقى كوبايه كده من اللبن كبيره، لان الصينيه اللي انا مستخدماها دي 30 في 40، يعني صاج كبير. فانا عملت بقى ايه، حطيت كوبايه لبن كبيره من غير بيض ومن غير اي حاجه خالص، وهنعمل احلى صينيه جلاش باللحم المفروم. حطيت على وشها بس شويه جبنه موتزاريلا، ودي اختياري. هنا بقى ندخل على الاكله دي، والاكله دي نقدر نعملها بلحمه او بفراخ او من غير اي حاجه خالص. احنا اتفقنا الرز والخضار عادي ممكن نعمله ارداحي، مفيش مشاكل خالص. الموضوع بالنسبه لنا هيبقى سهل كده وخفيف وطعمه حلو. عملت شويه رز بالشعريه زي ما انت شايفه كده،
وهغرفه بقى. هو استوى خلاص معايا، بصي ملزقش مني في ارضيه الحله ولا اي حاجه، وانا بغرف كده باخد سطر سطر، ما باخدش وش الحله كله مره واحده. عملت كمان البطاطا حلوه قوي في الايام ديت في السوق. هي اي نعم لسه طالعه، لسه طالعه جديد، انا مش عارفه هو ايه اللي طلعها دلوقتي، بس حلوه قوي الايام ديت، نقدر اللي احنا نجيبها ونعمل احلى بطاطا مشويه في الحله زي ما انت شايفه كده. بتبقى طعمها خطير يا جماعه، جربوها وهتدعوا لي والله لما تجربوها. بتاخدش وقت خالص، واحسن ما توسخي بقى الفرن وتبقى في دخنه كتير والكلام ده، لا لا، في الحله كده وبتبقى خطيره. تقدري تلسوعيها زي ما انا عاملاها كده، وتقدري تسيبيها زي ما هي. تعالي ندخل بقى برضو على بقيه الاكل. انا قلت لك الرز بس، لا ده انا عامله شوربه لسان عصفور وشويه ملوخيه وشويه لوبيا، وكان عندي كام حته لحمه كده حطيتهم في قلب اللوبيا. نقدر نستبعد اللحمه زي ما اتفقنا، اللوبيا بتاعتنا لوبيا بعين سودا، اللي هي مش الفاصوليا، لا اللوبيا. بعد كده بقى عملت ايه؟ عملت محشي. والمحشي هنا سلقت جنبيه فرخه بلدي، قطعتها ل4 قطع بالشكل ده. اخدت الشوربه عشان اسقي بيها المحشي. وبعد كده بقى معايا معلقه من صلصه الطماطم المعلبه، عليها ملح وشويه فلفل اسود ومعلقتين من الزيت، هدهن وش الفرخه وادخلها تحت الشوايه. وده بقى المحشي بتاعنا، محشي بتنجان وفلفل. وكمان عملت شويه ملوخيه، وكمان سويت الكوسه في قلب الفرن، بتطلع رهيبه، طعمها حلو قوي، جربيها. عارفه طعم الكوسه في الحله حاجه، وفي الصينيه وفي الفرن حاجه تانية خالص، لو جربتيها تعتمديها على طول. وعملت شويه ورق عنب صغيرين، طلعت هي لفه واحده بس من الورق العنب. وده شكل الاكل بعد ما غرفته في قلب الصينيه بالشكل ده. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده. واليوم دوت بقى ايه عملت لهم؟ ايه عملت كده كام واحده سمبوسه بالجبنه، وعملت رز اصفر. نقدر نعمل جنب الرز الاصفر دوت اي حاجه، زي البانيه، زي الشاورما، زي الكفته اللي انا عاملاها. المتاح عندك اعمليه، الرز الاصفر ده ما بيقولش لا جنب جميع الاكلات. عملت بقى شويه كفته في الفرن، عملت سلطه الطحينه وسلطه الطماطم، سخنت عيش والكفته بتاعتنا والرز الاصفر. واقدر اقول لك كده بقت سفره معتبره 100 100. نقدر نحمر كمان جنبيها شويه بطاطس لو احنا عايزين. نقدر نبدل الكفته بالفراخ، البانيه او الشاورما، او حتى نعمل جنبيها فراخ كنتاكي، اللي انت عايزاه. عملتها معاكم قبل كده، لو عايزه الطريقه قولي لي في الكومنتات. الرز الاصفر انا مستخدمه رز مصري عادي، مش رز بسمتي. الرز البسمتي سعره عالي شويه، فنقدر نستبدله بالرز المصري. هغرف بقى الكفته. كمان الكفته بتاعتي ديت انا عامله الكميه دي كلها من نص كيلو لحمه مفرومه بس. عايزه اقول لك كمان اللي انا اخدت منها كده كام صباع، ولفيت عليهم اللي هو المنديل الدوني عشان يبقى معايا طرب، طعمه بيكون حلو قوي ولذيذ. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، وشويه بتنجان مخلل ومخرطه شويه ملوخيه زي ما انت شايفه كده، لزوم الحركات. هتعملي ايه يعني دلوقتي؟ هقول لك دلوقتي على كل حاجه. عصرت عصرة ليمونة، وعصرة الليمونة دي بتخلي بقى البتنجان رايح في حتة تانية خالص، بعيد عن الليمون اللي انت حاطاه في الدقة، بس العصرة دي بتخلي الطعم مزازة كده وطعمه حلو قوي. شوية ملوخية لزوم الحركات. وهنا كنت عملت شوية بسله بقى حلوه قوي. تقدري بقى زي ما قلت لك اللي انت تنوعي في بقى عندنا في الفريزر بسله، فاصوليا، قلقاس، عندنا بطاطس نقدر نعملها، عندنا باميه، عندنا اكلات كتيره قوي نقدر اللي احنا نستبدلها. انا مجرد اللي انا بديك الفكره وانت عليكي تنفذي براحتك خالص. انا طبعا هعمل طشه الباميه، وبحط كده يعني ممكن نقول معلقه من الطشه بتاعه الباميه على البسله. وعملت شويه رز بالشعريه لزوم الحركات. صليتي بقى على الرسول؟ طب صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي اللايك بتاعك. عايزه اقولك تقدري تاخدي جولة في القناة، فيها فيديوهات حلوة قوي هتعجبك ان شاء الله بإذن الله، منيوهات ومجمعالك فيديوهات كلنا بنستفيد من بعض. زي مثلا اللي انا مجمعه لك اللحمه المفرومه، نعمل منها ايه 17 فكره للحمه المفرومه. البانيه 20 فكره للبانيه، تقدري اللي انت تستغليهم بعيد عن البانيه اللي بيتقلي بالبيض والبقسماط، لا احنا عندنا نقدر نعمل افكار كتيره جدا. معايا 15 فكره للسجق، بعيد عن السجق اللي بيتعمل سندوتشات. عايزه اقول لك افكار حلوه قوي هتعجبك. بسكوت الشاي للفطار وللعشاء، منيوهات كتيره قوي متنوعه وافكار حلوه هتعجبك في القناة.
القناة. هنا كنت خلصت البسلة بالشكل دوت، مجرد اللي انا هغرف ويبقى كده اليوم بتاعي خلص زي ما انت شايفة كده. والملوخية كمان كانت لذيذة وطعمها حلو قوي، وشوية رز بالشعرية. هقولك على معلومة حلوة قوي، مش عارفة انا قلتها لكم قبل كده ولا لا، بس تقريبا انا قلتها لكم، بس هقولها للناس الجديدة. وانت بتشتري اللحمة من عند الجزار ممكن تجيبي معاها تقولي له عايزة ماسورة، الماسورة دي تسلقيها في شوية شوربة حلوين كده كتار، وتبدأي اللي انت تعبي الاكياس الشوربة بعد ما تستوي، تعبيها في اكياس وتشيليها في الفريزر. اما تعوزي تعملي اكل مثلا ومش عندك لحوم، تقدري تاخدي الكيس دوت تزودي الخضار بتاعك بشوية شوربة بدل شوية مية، تقدري تعملي شوية ملوخية تسقي بيها المحشي. حاجات كتيرة قوي بتنفع من الحاجات ديت. خليكي مركزة كده وست بيت شاطرة وقروبة، هتلاقي الدنيا بقت عندك تمام. هنا عملت شوية كفتة حلة، وكفتة الحلة من الاكلات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. وشوية عصير بقى اللي هو التمر هندي طبيعي مش صناعي، مش البودر، لا الطبيعي. وشويه بتنجان مخلل، انا من عشاق البتنجان المخلل يا جماعه. قولوا لي مين زيي. صينيه بطاطس، وطبعا عملت الكفته زي ما انت شفتي، وعملت جنبيها شويه رز بالشعريه. وكده كان برضو يوم من الايام بتاعتنا الجميله. ندخل بقى على الاكله اللي بعد كده، والاكله دي العشق كله، هي موجوده دلوقتي في السوق، انت مالكيش حاجه. هنعمل باميه، بس باميه بالطشه بتبقى طعمها خطير. بصي بقى، شويه باميه كده لزوم الحركات، طعمها حلو قوي ولذيذه. هبدأ بقى اللي انا اغرف السفرة بتاعتي. تعالي نشوف كده الاطباق وهي على السفرة. عملت شوية ملوخية، ما هو بامية يعني ملوخية، وبامية يعني لحمة، ما ينفعش جنبيها فراخ. لو فراخ انا ممكن اعمل البامية ارداحي من غير اي حاجة خالص، لكن ما اعملش جنبيها فراخ. مين زيي؟ هستناكم في الكومنتات. حطيت كده اطباق الرز، وحطيت كمان اطباق الملوخية، وطبق البتنجان المخلل، وكمان اللسان عصفور، والبامية بتاعتنا ملكة السفرة. تعالي اوريكي بقى كده الطبق بتاع الباميه من قريب شكله عامل ازاي. خطيره. اي نعم هي الباميه كبيره شويه، بس عايزه اقولك حكايه، جربيها وهتدعيلي. لو عايزه الطريقه هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف ان شاء الله. ده كده شكل الاطباق بتاعتنا، لذيذه وخطيره. واتمنى للمنيو بتاع النهارده يعجبك، احفظيه عندك عشان تاخدي منه افكار حلوه. ندخل بقى على الاكله اللي بعد كده، وهنا هنعمل شويه بانيه وشويه مكرونه وبطاطس محمره. مش عايزين نقف في المطبخ كتير. ولو عايزه منيوهات اكل من غير فراخ ولا لحمه، هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. منيوهات جديده ومختلفه وهتعجبك باذن الله. ده شكل السفرة بعد ما قليت البانيه. عملت شوية مكرونة كده بالصلصة، وشوية بطاطس، شوية سلطة طماطم، وشوية شطة كده لزوم الحركات عشان المكرونة. وكده اقدر اقولك المنيو بتاعنا خلص النهاردة بأكلات سهلة ومتنوعة وبسيطة، ونقدر نخليها على قد الايد، ونقدر نخليها اقتصادية زي ما انتوا شايفين كده. بحبكم جدا وشكرا جدا ليكم، وسلام عليكم.